تطورات جديدة بإصابة الغنام تكشف موعد عودته للمشاركة مع النصر. غياب العمري عن مواجهة النصر القادمة، الغموض يحيط بدرب الهلال. النصر يخطف لاعب الاتحاد بشكل مفاجئ، الوسيط في ورطة. جرح خطير في ساق تاليسكا يرعب جماهير النصر السعودي. وإذا كنت من متابعي نادي النصر السعودي والأسطورة كريستيانو رونالدو، يجب عليك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أخبارهم فور نشورها. وهيا بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطورات جديدة بإصابة الغنام تكشف موعد عودته ونحو المشاركة مع النصر. كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة سارة إلى جماهير نادي النصر حول آخر تطورات إصابة الظهير الأيمن سلطان الغنام وموعد عودته للمشاركة مع الفريق. وعانى سلطان الغنام من الإصابة في العضلة الخلفية منذ مباراة الفتح التي أقيمت في 17 فبراير الماضي ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي تسببت في غيابه عن الفريق الفترة الماضية. وأشارت تقارير عالمية مقربة من النصر أن سلطان الغنام سيعود للمشاركة بتدريبات الفريق بداية من اليوم الأربعاء استعدادا لعودته للدفاع عن شعار العالمي. وافادت ذات التقارير النصراوية أن عودة سلطان الغنام ستأتي للمشاركة مع الفريق بشكل تدريجي بداية من لقاء ضمك، ويحل النصر ضيفا على نادي ضمك في ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن لقاءات الجولة 27 من دوري روشن. ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد و62 نقطة خلف الهلال المتصدر ب74 نقطة. غياب العمري عن مواجهة النصر القادمة، الغموض يحيط بدرب الهلال. أكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز العسيمي المقرب من النصر عدم جاهزية المدافع عبد الإله العمري للمشاركة مع الفريق في المواجهات القادمة. ويغيب عبد الإله العمري عن المشاركة مع النصر في لقاء العين الإماراتي في 11 من شهر مارس الماضي بإياب ربع نهائي دوري الأبطال الآسيوية. وكتب عبد العزيز العسيمي عبر حسابه الرسمي على موقع تدوينات اكس الخميس: لم يتمكن اللاعب عبد الإله العمري من الدخول مع زملائه بالتدريبات الجماعية. وأضاف الإعلامي المقرب من نادي النصر: اكتفى عبد الإله العمري بإكمال علاجه بالتدريبات الداخلية والجري حول الملعب. وفي ختام رسالته أشار العسيمي لعدم جاهزية اللاعب عبد الإله العمري للمواجهات القادمة، ولم يحدد المدة التي سيغيب عن النصر وهل سيلحق بكأس السوبر السعودي. وفي سياق متصل، يستعد النصر لمواجهة ضمك على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مساء الجمعة ضمن لقاءات الجولة 27 من دوري روشن السعودي. ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 62 نقطة خلف الهلال المتصدر ب74 نقطة. النصر يختف لاعب الاتحاد بشكل مفاجئ، الوسيط في ورطة. يستمر الحديث بشأن رغبة النصر من أجل التعاقد مع لاعب الاتحاد الحالي خلال الفترة المقبلة مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفي. بحسب صحيفة الرياضية، تواصل جانب من إدارة النصر مع مسؤول في الاتفاق من خلال خطاب رسمي يستفسر العالم خلاله عن إمكانية التعاقد مع حامد الغامدي لاعب وسط الفريق والمعارة إلى صفوف الاتحاد. إدارة الاتفاق تفضل الانتظار حتى تتأكد من خطوات الاتحاد المقبلة بشأن اللاعب. الاتحاد أمامه مهلة حتى 30 مايو المقبل لتفعيل بند شراء عقود الثلاثي أحمد الغامدي وحامد الغامدي وسعد الموسي سواء دفعة واحدة وعلى حدة، رافضا في الوقت ذاته الكشف عن القيمة المحددة لكل لاعب في بند الشراء، غير أنه بين أن قيمة شراء عقود الثلاثي تبلغ 110 ملايين ريال. جرح خطير في ساق تاليسكا يرعب جماهير النصر السعودي. يستعد النصر لخوض مواجهة هامة ضد نادي ضمك ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن كرة القدم. ونشر البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر مقطع فيديو لمراحل علاجه المختلفة، وظهر تاليسكا بجرح في بداية ساقه، المكان الذي أجرى خلاله العملية الجراحية، الأمر الذي أثار القلق بين مدرجات جماهير النصر. ويسأل الجماهير عن موعد عودة اللاعب، حيث يثير قلق المدرج الأصفر أن تؤثر الإصابة على مسيرته الرياضية. ويحل النصر ضيفا على ضمك من جانبه ضمن لقاءات الجولة 27 من دوري روشن في 10 من مساء الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية. نجم ليفربول يرحل نهاية الموسم وعرض سعودي منتظر، ماذا يحدث؟ فجرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء مفاجأة مدوية بشأن رحيل أحد نجوم ليفربول عن الفريق نهاية الموسم. وأشارت التقارير إلى أن رحيل تياغو الكانتارا لاعب وسط نادي ليفربول عن الرادز نهاية الموسم الحالي، حيث يرغب وكلاء أعماله في إيجاد عرض سعودي أو قطري خلال الأشهر القادمة من أجل تجديد وجهته القديمة.
وتم تقديم عروض بالفعل من أجل شراء تياغو الكانتارا خلال بعض الأندية السعودية، وذلك خلال الميركاتو الصيف الماضي، لكن إدارة الرادز قد حددت مبلغ 50 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله. وخاض تياغو 98 مواجهة رفقة الليفر خلال السنوات الماضية، سجل خلالهم 3 أهداف فقط، بينما صنع 6 أهداف آخرين لزملائه بالفريق. جوليانو يكشف المستور في أزمته مع النصر، تفاصيل مثيرة. تحدث البرازيلي جوليانو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق عن أزمته مع العالمي، وذلك بسبب تأخر مستحقاته المالية. وجوليانو لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفترة من 2018 إلى 2020 قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية. وفي تصريحات تلفزيونية قال جوليانو: خلال أزمة كورونا قام النادي بخصم 50% من مستحقاتي، بالإضافة إلى عدم حصولي على رواتبي، لذلك رفعت شكوى ضدهم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأضاف: قبل مواجهة الهلال في الديربي جاء لي نائب رئيس النادي وقال لي أن أحد الشيوخ سوف يمنحني 100,000 دولار حال الفوز على الزعيم، وكنت ألعب المواجهة وأنا قائدا للفريق، وفي نفس الوقت لدي شكوى ضد النادي. وأكمل: قلت لنائب رئيس النادي أنني سوف أوزع هذه المكافأة على عمال النادي من الهند وبنغلاديش، لأنهم كانوا لا يتقاضون رواتبهم لمدة تصل إلى 9 أشهر، وكانوا يتقاضون قرابة 1000 دولار فقط. وتم الطريف في الأمر أن نائب رئيس النادي رفض الاقتراح، بالإضافة إلى أن النصر خسر اللقاء ولم أحصل على شيء. الفيفا يتفاعل مع هاتريك رونالدو في الدوري السعودي. أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتألق كريستيانو رونالدو مع النصر بعد تسجيله هاتريك في شباك الطائي أمس الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري السعودي. وأحرز رونالدو 3 في دقائق الأهداف 64 و67 و87 في هاتريك ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 5-1. وتفاعل الفيفا على السوشيال ميديا تويتر مع استمرار رونالدو في التوهج رغم تقدمه في السن وبلوغه 38 عاما، حيث نشر صورة للنجم البرتغالي وعلق عليها قائلا: احتفظ بشغفك دوما حتى النهاية، تجد نفسك تحقق النصر. وهذا 3 هاتريك لرونالدو مع النصر منذ انضمامه إليه نهاية العام الماضي قادما من اليونايتد. ورفع كريستيانو رصيده مع النصر إلى 29 هدف في دوري روشن، وبات البرتغالي أول لاعب يسجل هاتريك في الموسم الحالي بالدوري السعودي، كما أنه أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز منذ بداية دوري روشن للمحترفين. ما جديد انتقال كيفن دي بروين إلى النصر السعودي؟ أفصحت التقارير الصحفية عن آخر تطورات انتقال النجم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط الفريق الأول لنادي مانشستر سيتي. وذكرت تقارير عالمية أن لاعب مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين يعتبر هدفا مهما لأندية دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتجري صندوق الاستثمارات العامة محادثات إيجابية مع اللاعب دي بروين، ويتوقع أن يتم التعاقد معه من قبل أحد أندية النصر والقادسية. وأكد الصحفي التركي أكرم كونور أن السيتي حدد بديل كيفن دي بروين في حال رحيله فترة الانتقالات الصيفية. وفقا لما ذكره الصحفي، يريد مانشستر سيتي التعاقد مع لاعب باير ليفركوزن الألماني فلوريان فيرتز البالغ من العمر 20 عاما إذا رحل البلجيكي كيفن دي بروين الصيف القادم.